لو لسه بتشتريها من الافران تبقي فايتك كتير، وفعلا تبقي غلطانه، لان كل حاجه موجوده في البيت ومكوناتها سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت. تقومي دلوقتي تفتحي التلاجة بتاعتك وتطلعي منها المكونات اللي هعملها معاكي بطريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص. سعرها دلوقتي احنا عارفين بقى وصل في الافران بكام، وهنعملها من كيلو دقيق هتعمل لنا كل الكميه الحلوه دي وتكفينا كام يوم، وحاجة نظيفة ومغذية ومش مكلفة وجميلة. عايزة تعرفي ازاي الطريقة والمقادير؟ تعالي كده معايا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي كده على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وفي بولة كده حطينا كيلو دقيق وركنته على جنب. وفي بولة تانية صغيرة حطيت كيس خميرة فورية ومعلقتين كبار من السكر وكوباية مية فترة او دافية شوية. هنقلب الخميرة بتاعتنا مع السكر والمية الدافية ونركنهم شوية مع بعض على جنب. الخطوة ديت عملتها ليه؟ بتدينا نتيجة حلوة في المعجنات. وتاني حاجة بنتأكد ان الخميرة بتاعتنا كويسة، ما حطناهاش على الدقيق بتاعنا وبوظت لنا العجينة ولا اي حاجة. زي ما انت شايفة كده حطيت المكونات اللي انا بقولك عليها، وبعد كده هقلبها تقليبة كويسة وهركنها شوية لحد ما اضيف بقية المكونات على الدقيق. هنقلبها ونتأكد ان هي اختلطت كده كويس. بعد كده هنجيب الدقيق بتاعنا، دي معلقة بابريكا ومعلقة ملح صغيرة ومعلقتين صغيرين لبن بودر، ولو مش موجودة عندك ممكن تستغني عنهم، ومعلقة صغيرة مش مليانة بيكنج باودر. هقلب كل المكونات بتاعتي دي على بعضها، وبعد كده هنزل بالخميرة اللي انا ركنتها شوية. وده كيس صلصة، ده اللون بقى اللي احنا بنشوفه بتاع الافران، وده السر بتاع الافران اللي بيعملوه بيبيعوها لنا غالية جدا، والكيلو منها بقى مبلغ وقدره دلوقتي. هي معلقة الصلصة ديت دوبتها في شوية مية كده وحطيتها على العجينة بتاعتي. وطبعا معلقة الخل مش بننساها، محسن طبيعي وجميل للمعجنات. هقلب بقى كل المكونات بتاعتي دي كويس جدا كده. وطبعا العجين لو زي ما احنا عارفين، انت لو عندك عجان هتعجني في العجان، ما عندكيش يبقى عندنا احسن عجان في الدنيا ربنا خلقهن ايدينا. هنفضل نعجن فيها حوالي 10 دقايق لحد ما العجينة بتاعتي كلها تتلم وتبقى عجينة طرية. انا مش عايزة عجينة ناشفة، انا عايزاها عجينة طرية كده وحلوة. ونبدأ بقى في اخر حاجة خالص هننزل بحوالي 3-4 معالق زيت، هنلم بيهم العجينة بتاعتنا في الاخر. اظن مفيش اسهل من كده، والكمية ما شاء الله يعني الكيلو ده هيرمي معانا كمية حلوة جدا، هتوفر معانا كتير وهتبقى حاجة مغذية. ويعني مثلا حد جالك فجأة مش عندك حاجة تقدمها له، ولادك عايزين حاجة ياكلوها مع كوباية شاي بلبن مع لانش بوكس وهم نازلين الدرس او المدرسة، هيبقى حاجة موفرة وحاجة جميلة وحاجة صحية. خلاص كده عجنت العجينة بتاعتي ولميتها بشوية الزيت. هلمها بس كويس كده واحطها في الطبق بتاعي واسيبها تخمر. بص بوريكي ملمس العجينة ما شاء الله عليها جميلة، الملمس بتاعها ناعم وجميل. هنغطيها بقى بكيس بلاستيك، وبعد كده هنغطيها بفوطة تقيلة كده ونركنها بقى شوية لحد ما تخمر. وادي العجينة بتاعتي كده بعد ما خمرت وبقت جميلة وتضاعف الحجم بتاعها. هبدأ بقى اهبطها شوية كده، والخطوة دي برضو بتدينا هشاشة للعجين او المعجنات. لما تهبطي منها الخمر بتاعها كده وترجعي تخمريها تاني بتديكي نتيجة حلوة قوي في المعجنات. وهنا بقى معايا رشة دقيق كده، وهبدأ اقطع العجينة بتاعتي كور صغيرة على قد ما تقدري، قد يعني ايه كده زي ما هقولك زي الليمونة الكبيرة شوية او الليمونة الوسط، يعني ما تكبريهاش عشان كل ما بتكبر بتبقى شكلها مش حلو. احنا عايزينها زي اللي احنا بنشتريها من بره، تبقى كده عجينة حلوة طرية وجميلة وحجمها كله. تحاولي ان انتي كده تظبطي ايديكي في التقطيعة وتخلي ايديكي كده كلها واحدة.
ولو لسه بقى حبيبتي لحد هنا لسه متابعاني ومطلعتيش من الفيديو، فضلا منك وليس امرا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتدوسي على زرار الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك الاشعار. وطبعا ما تنسيش اللايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيخلي اليوتيوب يرشحه. اي بقى حشوة معايا هنا، دي جبنة بيضة، جبنة عادية خالص، او الجبنة القريش او الجبنة البراميلي، اي حاجة عندك عايزة تحشيها احشيها براحتك خالص. عايزة تحشي مربى، انا هحشي حبة مربى برضو. عايزة تحشيها مربى تمام، عايزة تحشيها جبن جميلة، عايزة تحشيها عندك بواقي لحمة مفرومة وفراخ او لانشون او اي حاجة متوفرة عندك اعمليها. عايزة تعمليها سادة خالص من غير اي حاجة برضو براحتك. الحشوة دي بتاعتك انتي وبايدك. نحط كده حتة عجينة صغيرة خالص ونحاول بقى نقفل عليها كده تقفيلة كويسة. اهم حاجة التقفيلة دي عشان الحشوة ما تطلعش منها وتلزق معاكي في الصينية. ونبدأ نعملها بالشكل ده كده ونرص في الصينية بتاعتنا على جنب. واهم حاجة برضو بعد ما نشكلها وخلاص كده قبل ما ندخلها الفرن لازم نسيبها تريح شوية كمان وتخمر تاني عشان تدينا النتيجة الحلوة اللي احنا عايزينها منها. زي ما انت شايفة كده هفضل اعمل اشكل الكمية بتاعتي كلها بنفس الشكل كده. سهلة وبسيطة وكلها وانت واقفة، يعني هو مجرد بس الوقت اللي هيتخمر فيه العجينة، وكلها وانت واقفة كده على الرخامة هتعمليها، مش هتاخد معاكي وقت خالص. وطبعا ريحة المعجنات وريحة الفرن كده لما بيشتغل في البيت وبتعملي فيه معجنات بتدفي البيت وبتخلي البيت كله خير وبركة وبتخلي فيه رزق كده، بتخلي يعني الجو كده جميل كده في البيت، غير كل حاجة جاهزة جاهزة جاهزة. وحاجات دلوقتي بقت الجاهزة ديت مكلفة وغالية جدا، يعني الكيلو مفيهوش كام واحدة بيوزن على الميزان، يعني مجرد ان انت بتحطي كام واحدة كده تلاقي الميزان تقل بيه. فطب واحنا ليه؟ ما احنا كيلو الدقيق ماشي الكيلو ب20 جنيه دلوقتي، بس احسبيها انت شوفي هيطلعلك قد ايه، هيطلعلك حوالي 2 كيلو لو انت اشتريتيهم جاهزين، يبقى انه اوفر وحاجة برضو نظيفة وحاجة مش مكلفة ولا متعبة، يعني حاجة سهلة بايدينا ان انتي لو سهرة كده بالليل هتعمليها، لو قمتي بدري شوية وعملتيها يوم جمعة مثلا تعمليها بدري يوم الجمعة تفطروا بيها تبقى جميلة. يعني زي ما بقولك هي فعلا مش ولا بتاخد وقت ولا تكلفة ولا اي حاجة. زي ما انت شايفة كده انا هفضل اعمل في الكمية بتاعتي كلها. وهنا برضو عندك اختياري حاجة، يعني عايزة تحطي حاجة على الوش تدهنيها او تحطي حبة البركة وسمسم براحتك، مش عايزة هي تمام كده زي الفل. بس انا طبعا عشان اعلي القيمة الغذائية بتاعتها شوية انا هدهن الوش بتاعي بمعلقة كاكاو او نسكافيه ومعلقة صغيرة جدا لبن بودرة وشوية مية، وهدهن الوش عشان انا مش بحب المعجنات ادهنها بيض بصراحة. طبعا انت الدهان دوت برضو اختياري براحتك، لو موجود عندك مش موجود شوية مية وتتاني بيهم هيقضوا الغرض ويبقى زي الفل. وطبعا على الوش زي ما قلت لك عايزة حبة البركة، عايزة زعتر مطحون، عايزة سمسم، اي حاجة انت براحتك. ونحطها في الفرن، واهم حاجة يكون الفرن سخن قبلها، ونحطها كده في الفرن ونطلعها الدرجة الحلوة ديت، وما شاء الله طالعة هشة وجميلة وطريقتها جميلة وسهلة خالص، وزي ما قلت لك مش مكلفة وحاجة نضيفة وعاملينها في البيت لولادنا. طبعا التسوية زي ما انت شايفاها كده من فوق ومن تحت ما شاء الله عليها. اتمنى يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبك واستفدت منه ولو بمعلومة بسيطة، وزي ما قلت لك لو استفدت منه ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.